اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة. هنالك التوغل من علي حسين اوي جول. با جول. يهتز الملعب ويفتتح مجال التسجيل. ايمن حسين يفعلها العراقيون، يفتتحون مجال التسجيل. الدقيقة الخامسة من انطلاقة المباراة. جول تشعروا وكأنه زلزال في ملعب المدينة التعليمية. هاي اللعبة وهاي الكرة وهاي الهربة وهاي التوزيعة وهاي الراسية وجول يفعلها أيمن حسين وجول. 1-0 للمنتخب العراقي في الدقيقة الخامسة من انطلاقة المباراة. يا لها من أجواء في المدرجات، يا له من تجاوب جماهير. نفرح مرتين بعد أن سجل الهدف ثم بعد أن يتفق من التو. هرب التو خبات للانديه. كرة في المخالفة صعبة كثير. كرة صعبة لليابان. عودة موفقة وبحثا عن جول ثاني. دفاع يخرجها مسافة الخطوط. ارتباك على مستوى دفاع منتخب العراق. القائمة الثانية بعيدة باتجاه ايتو. لعبة ممتازة من ايتو ولكن بعيدة. كرة ايتو مرفوعة بكثير وبعيدة تماما فوق مرمى. قلت بأنه فيه اختلالات على مستوى المنتخب العراقي في المنظومة الدفاعية، وفي حيوية وحركية وسرعة ومهارة عالية عند اليابانيين. هي ثلاث ملاعبين، ما زالت الكرة خطيرة بينية ورأي تسلل أم لا. الكرة ملعوبة ميدان ناحية موريتا العرضية البعيدة تماما. راحت ضربة ماني. أمير خلى الكرة مرفوعة هيلة في القائمة الثانية. سوسوكي هرب على جهة اليمنى وتوزيع. خطيرة والحارس كانت رائعة. الكرة من هنالك على الجهة اليمنى. ايتو يلعبها في الوسط. كرة من مينامينو. جيبوا لإينو. جلال حسن بروعة يخرجها. هذه الكرة يتحملوا في عبء مباراة عناصر المنتخب العراقي. شيء طبيعي لأنه رد فعل على هدف مسجل. كرة في الخلف يضغط من هنالك أيمن حسين ولكن الكرة يا سلام على الأجواء. هذه كرة بعيدة مع البحث عن الجهة اليسرى. أين يوجد مينامينو ولكن بعيد. نفسي وذهني أكثر من مواشي آخر. كرة في العمق لكن بعيدة تماما. ايتو وصلته. ايتو موريتا يرجع للخلف لإندو ولكن إيدو يوصل عليه سجوارا. كرة صعبة. التوزيع من سجوارا عرضية والدفاع يفضل الكرة البعيدة. جلال رجعت له مرة ثانية. يدخل علي. بعيدة يا علي. التسديدة هذه من علي العماري بيسراه مرة بعيدة. كان بإمكانه يزيد يتقدم. لعب الهجمة المعاكسة خطيرة يزرع المنتخب الياباني والدخل والتوزيع خطيرة. تكون أصعب كرة بعيدة تماما. راحت ايتو موريتا. الدفاع يرجع للخلف. يلعبها لمينامينو. راسية من هنالك في القائمة الثانية. من هنا الدفاع ثم من المسك ومن الدفع ينتبه لها الحكم. الكرة مرفوعة قائمة الأول خطيرة والدفاع. إيروكي ايتو. أحمد يحيى والثاني جول. جاء الثاني جاء الجول. قلت لكم ما لا يفعلها منتخب العراق ويسجل الثاني من كرتين من لعبتين من هربتين من رأسيتين. جاء الهدفان للعراق. يا لها من لعبة ويا له من جول. العراقيون يثورون. العراق
هتقلبي الحاجات دي كلها كده مع بعضها لحد ما تتجانس، وتعمل لك كريم وتستخدميه في تصفيف شعرك عادي. هتدهني بيه شعرك تسرحي شعرك عادي جدا. يعني انت كده بتبقي عملتي كريم، وميه الرز بتفضل موجوده في الكريم ده على طول، فبتستفيدي من الخواص بتاعته جدا وبتدهني بيه شعرك. كمان ميه الرز زي ما قلت لكم ممكن تحطيها في اي رشاش سبراي عندك وترشي على شعرك منه مثلا بالليل، وتلمي شعرك عادي، وتصحي الصبح هتلاقيه نشف، وتستفيدي برده من ميه الرز. طيب في حاجة كمان برضو مهمة جدا تستخدم فيها مية الرز المخمرة دي بالنسبة لبشرتك. طبعا هي تعتبر تونر طبيعي للبشرة، بتعمل على غلق اي مسام واسعة في بشرتك، بتشد البشرة، فجميلة جدا. انت ممكن تعملي ايه بقى، تاخدي مية الرز كده اللي احنا عملناها دي وتحطيها في اي بس ازازة عندك، برطمان محكم تبقي تغطيه كويس، وهتحطي فيها القطن ده اللي هو بتاع ازالة الميك اب يعني، وتستخدميه قبل النوم بس. نضفي بيه بشرتك كويس جدا كده، طبعا بقى على بشرة وشك يعني كده، بتمسحي بيه كل بشرتك. ممكن يزيل الميك اب على فكرة كمان، وهتلاقي بشرتك بقت نضرة جدا وناعمة ومشدودة.